كل واحد فينا بيكون فيه دور بيلعبه مع اللي حواليه من غير ما يحس. ممكن تكون بتلعب دور الضحية، يعني طول الوقت عمال تشتكي من الظروف ومن الحياة ومن كل حاجة وانت مش حاسس ان انت بتلعب دور الضحية. تكون بتلعب دور المنقذ اللي بينقذ كل الناس اللي عاملين دور الضحية. تكون بتلعب دور الطفل المذعن اللي بيطيع الأوامر وكل ما حد يقول له حاجة حاضر ونعم وبيرضي كل اللي حواليه. تكون بتلعب دور الشخص المرح اللي بيلفت انتباه الآخرين وبيقول النكت طول الوقت وبيضحك. أفكار كتيرة بقى على هذا الأساس. معاكم الدكتورة هند عزي. لو لسه مشتركتش في القناة اتمنى تشترك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. ايه المشكلة لما احنا ناخد دور ونلبسه ونعيش بيه؟ ايه المشكلة لما انا اكون عايش بدور المنقذ او دور الضحية او دور الطفل او دور الوالد او اي دور من الادوار دي؟ المشكلة ان احنا بنستنفذ طاقتنا ومن غير ما نحس بنستنى من اللي حوالينا ونتعشم منهم. المشكلة ان احنا بنكره ذاتنا مع الادوار اللي احنا عايشينها. نلبس دور ونلبس اللي حوالينا دور، بنتفاجئ في الاخر بمفاجأة ان بعد فترة طويلة ان التمثيلية جه عليها وقت وخلصت. الادوار هيخليك تتصدم صدمة جامدة في نفسك وفي اللي حواليك. لو انت في اي علاقة من العلاقات هتبقى علاقة غير صحية، تبقى علاقة مؤذية، اللي حواليك هيأذيك. واحدة ملبسة جوزها طول الوقت دور الوالد لان هي مفتقدة والدها كان بيعملها معاملة وحشة، ما لقتش دوره في حياتها، فلما تتجوز وتلبس جوزها دور الوالد لها ليفل معين لمستوى إشباعها. لو ما عرفش يقوم بالدور الوالد طول الوقت هتبقى مش راضية، وهتبقى العلاقة ما بينهم طول الوقت في مشاكل، وطول الوقت عمالة تلوم فيه وتعاتب، وهي مش قادرة ان هي تبقى راضية عن العلاقة، وهو كمان مش هيكون قادر يحقق لها طول الوقت انه يكون في الدور اللي هي عايزاه يلبسه. الشيء لو الأصدقاء مع بعض، لو واحدة بتلبس صاحبتها طول الوقت دور الأم لأن هي مفتقدة وجود أمها في حياتها، ده هيسبب لها مشاكل كبيرة جدا وهيسبب لها جرح كبير قوي، لأن صاحبتها مش هتقدر تقوم بالدور ده طول الوقت، وهي في نفس الوقت هتبقى مستنياها إن هي تعمل الدور ده. أول حاجة علشان تبطل تلعب أدوار في حياتك بدون وعي منك، إنك تحاول تقف مع نفسك وقفة. لو في موقف مثلا وانت مع اللي قدامك بتقوم بسرعة وبتبقى عايز تساعده وعايز تلاقي له حلول وبتديله نصايح وبتحاول قدر الامكان انك توجهه علشان انت حاسس انك مسؤول عنه، او انت حاسس ان ده بيشبع لك رغبة وبيفرحك ان انت تبقى قايم بالدور المسؤول المنقذ اللي بينقذ اللي حواليك. خطوة هتعملها لما تكون في علاقة مع حد انك هتشوف الموقف وتدرسه وتشوف انت هتتصرف ازاي. يا ترى اللي انا بتصرفه ده هل هو دور منقذ وبيحقق لي سعادة ان انا بشوف نفسي انا مسؤول عنه وبوجهه وبحاول ان انا انقذه من اللي هو فيه؟ يا ترى هل انا عايش دور المنقذ ده، عايش دور الضحية وبلقي باللوم على كل ظروف حواليا وكل الناس اللي حواليا وانا مش مسؤول وانا ماليش دور خالص في اي مشكلة بتحصل لي؟ انا يا ترى عايش طول الوقت عمالة اقول نكت واهزر واضحك كل اللي حواليا علشان يضحكوا والفت الانتباه او اكسب حب اللي حواليا؟ انا يا ترى عايش دور الولد المطيع الطفل اللي كل ما حد يقول له حاجة يقول حاضر ونعم ودايما بيرضي اللي حواليه؟ ترى اي دور انت عايشه؟ لما تسأل نفسك السؤال ده لما تيجي تتصرف في اي موقف او تتعامل في اي علاقة وتسأل نفسك يا ترى وانا بتكلم انا عايش دور ايه؟ هل انا نفسي حاليا نفسي الحقيقية اللي بتكلم بيها عادي، ولا انا عايش دلوقتي دور المنقذ، ولا انا عايش دور الضحية، ولا انا عايش دور المهرج، ولا انا عايش دور الوالد او الطفل المطيع؟ اسأل نفسك انت ملبس اللي قدامك دور ايه دلوقتي؟ يا ترى انا ملبس دور اللي قدامي دور الوالد، الام، الاب، الاخ؟ انا ملبس اللي قدامي اي دور من الادوار؟ إجابة حقيقية عن الأسئلة دي هتقدر بالظبط تقيم إيه موضعك وإيه موقفك، ويبقى عندك الوعي إن أنت بتلعب دور فعلا أنت واعي بيه. دي أول خطوة للتغيير، إذا أنا أبقى واعي بالدور اللي أنا بلعبه أنا هقدر أعالج المشكلة اللي عندي، أشوف إيه اللي ناقصني، إيه احتياجاتي، إيه الحاجات اللي خلتني أوصل للأدوار دي وألبس اللي قدامي أدوار تانية. دي تاني خطوة هقدر إن أنا أوصل بيها من الخطوة الأولانية، إن أنا أبتدي أدور في احتياجاتي، أشوف يا ترى إيه اللي أنا ناقصني وإيه اللي أنا محتاجه وإيه اللي أنا عشته في طفولتي. جدا إنك تعترف بمشاعرك، ما تنكرهاش وتقول لأ أنا مش حاسس بالحاجات دي، لأ ده أنا مبسوط وأنت من جواك حزين، لأ ده أنا عايش حياتي أحسن واحد في الدنيا وأنت أصلا عايش حياة أتعس واحد في الدنيا. اعترافك بمشاعرك ان انت تألمت في طفولتك، ان انت افتقدت حد من والديك وادوارهم في حياتك، اعترافك بعجزك وألمك وحزنك تبقى شايفه كده قدامك، تستغرب يا ترى هل فعلا لما انا اقلب على نفسي المواجع واقعد افكر في الاحزان اللي انا عشتها هو انا كده هعالج المشكلة؟ مشاعر ما بتتنسيش، الألم بالذات بيفضل معلم فيك من وانت صغير، طفل صغير، لحد ما بتكبر.
من الإنسان طول الوقت إنه يعيش مبسوط وفرحان. مشاعر الحزن هي جزء مننا، ومش عيب إن أنت تحس بالحزن والألم، بالعكس إنكارك للمشاعر دي وإن هي مش موجودة جواك وإن أنت ما اتألمتش ولا عشت أي فترة من الفترات الصعبة هيخلي مشاعر الألم جواك في اللاوعي، وأنت بتتصرف في المواقف مش هتبقى عارف أنت ليه بتتصرف كده. تكون النتيجة إنك هتلبس الناس أدوار من غير ما تحس. حتى في اختياراتك، مثلا اختيار شريك حياتك، هتلاقي نفسك بتختار بعقلك اللاواعي حد من طفولتك، مش لازم يكون حد مثالي زي المواصفات ما انت حطيتها، بس المواصفات اللي انت حطيتها دي مش هي اللي هتمشي عليها للأسف. ده عقلك اللاواعي هو اللي هيروح للحاجات القديمة، المخزون القديم، عشان يختار أب كان بيعذبك أو أم كانت مهملة فيك، علشان تختار حد مثلا كنت بتحب حنيته عليك، وهتختار الشخص ده بدون وعي لا منك وترتاح وتقول هو ده شريك حياتي. هتبص تلاقي اختياراتك في الآخر مبنية على قواعد قديمة، علشان تقدر تطلع المشاعر اللي جواك المكبوتة اللي انت طول الوقت عمال تنكرها، علشان تقدر تسأل الأسئلة القديمة للشخص اللي انت اخترته. هو انت ليه كنت بتتعامل معايا كده؟ اذا كنت انت دلوقتي عيشتني زمان في ألم وحزن، أنا دلوقتي اللي هعيشك دور أصعب من اللي أنت كنت معيشهولي قبل كده، هعيشك في ألم وحزن. مشاعر الغضب اللي جوايا منك هتطلع في الشخص اللي أنت اخترته شريك حياتك، هتطلع في الشخص اللي أنت اخترته علشان أنت مش قادر تطلعها بطريقة فيها وعي. وقفت عند لحظة ووعيت بالمشاعر دي، وعيت إن أنت عشت تجربة قاسية، المشاعر دي هتبتدي فعلا تطلع، هتبتدي ان هي خلاص تصرفاتك هتبقى واعي بيها. انا ليه اتعاملت كده، ليه صرفت كده؟ علشان انا زمان كنت بتعامل بطريقه فيها قسوه وفيها وجع ليا، عشان كده انا تصرفت التصرف ده. المره اللي بعدها مش هتتصرف بنفس الطريقه، لان خلاص انت وعيت بالالم وخرج من جواك. التالتة، بعد ما انت خلاص حصل لك الوعي بالألم النفسي اللي انت عشته وأدركت الدور اللي انت ملبسه لنفسك واللي حواليك، الخطوة التالتة وهي المهارات بقى اللي انت هتحاول تطبقها وتكتسبها. مهارة ان انا ابتدي ابني نفسي من جديد. ما تلقيش باللوم على والدك ووالدتك طول الوقت واهلك، لان الانسان مسؤول عن جزء كبير من اللي بيحصل. هتقول طب ما انا كنت طفل صغير، انا كنت مسؤول ازاي؟ انت مسؤول بعد ما انت كبرت انك تحاول ترمم الحاجات اللي حصلت لك زمان. هيكون صعب قوي ان انت تتعامل مع حاجات قديمة، بس انت دلوقتي واعي ومسؤول من ان انت فعلا تعالج الاجزاء اللي وقعت منك. والدك ووالدتك هم كمان كان عندهم حاجات مسؤولين عن ان هم يرمموها من طريقة تربيتهم قبل كده. مش ملام غير نفسك المسؤول اللي انت مسؤول عنها. تقول دلوقتي لو انت عايش دور الطفل المطيع اللي بيقول حاضر ونعم، ان انت تحاول ان انت تتعلم مهارة تقول لا. ازاي تقول لا للي قدامك وترفض حاجة على حساب نفسك؟ انت مسؤول ان انت دلوقتي تدرك ان انت مش المفروض تشيل شيلة غيرك. دلوقتي عمال يسقط عليك عيوبه واخطائه وان انت فيك كذا وكذا وكذا، لا انت مسؤول دلوقتي ان انت واعي بنفسك وان الاخطاء دي مش بتاعتك، وان العيوب اللي عمال يلقيها عليك ووهمك بيها انت مسؤول دلوقتي ان انت تطلعها وتحط حد كده ستوب، وتعرف ان اللي قدامك ده عنده مشكلة في شخصيته فبيحاول انه يعالجها باسقاط عيوبه عليك. تعرف ان اللي قدامك بيلعب دور ايه، يا ترى بيلعب دور الضحية؟ خمسة، انك تعرف انت طول الوقت بتكلم نفسك بتقول ايه. بكلم نفسي يعني مش بكلم نفسي، لا، الحوار الداخلي اللي جواك انت بتقول لنفسك ايه. حد طول الوقت بيشيلك شيلته وانت عمال تقول حاضر ونعم وما تقدرش تقول له لا، علشان الحوار الداخلي ما بينك وبين نفسك، انا خايف اخسره، انا خايف من الهجر، انا خايف اكون لوحدي. الحوار الداخلي بينك وبين نفسك دايما بيقولك انا خايف اخسر اللي بحبهم، انا خايف من الهجر، انا خايف من الوحدة. تقف واقفة مع نفسك وتشتغل على ذاتك، تبتدي تحط اهداف لحياتك، تبتدي تشوف وتدور في علاقاتك، ايه العلاقات الصحية اللي موجودة ومتوفرة معايا، وايه العلاقات المؤذية اللي طول الوقت بتأذيني واقدر ابعد عنها، ايه اتخلص من علاقة التعلق اللي انا تعلقت بيها واعتمدت بيها على غيري. تبتدي تدور في مميزاتك ونقط القوة عندك وتقويها قوي وكل يوم تكررها على نفسك، والعلاقات اللي بتأذيك وانت معتمد عليها تكتب مساوئها، تكتب الأضرار اللي وقعت عليك وبرضك تقراها كل يوم وتكررها على نفسك. حوار مع نفسك وشوف انت بتفكر وبتقولي لنفسك ايه، واكتبه في ورقة وادرس عيوبه ومميزاته وليه انت وصلت للفكرة دي. ليه وصلت؟ لانك شايف انك خايف من الوحدة، ليه وصلت؟ لانك خايف ان اللي قدامك يسيبك. ايه النتائج المترتبة على ان اللي قدامك سابك؟ هيحصل ايه؟ هتعيش ازاي؟ هتكون ايه؟ وهو مديلك ايه؟ وهو بيشبع عندك اي نقطة واي حتة بيشبهها عندك دي، ازاي تقدر تعالجها علشان يحصل لك فك التعلق اللي انت متعلق بيه عشان هو بيشبه لك الحتة دي. رقم 7، قبل ما تقوم بأي دور أو أي تصرف اسأل نفسك الدافع وراه إيه.
انا الدافع بتاعي وعايز اشبع ايه عندي، وليه بقوم بالحاجة دي، ليه بعملها. رقم 8 انك هتعبر عن مشاعرك بكل حرية. اسمح لنفسك بالحزن، بالألم، بالوجع. اسمح لنفسك انك تعبر عن مشاعرك، مش شرط انك تعبر للي قدامك عن مشاعرك بحيث ان هو ممكن يعني يلومك انك ازاي حسيت بالاحساس ده، لكن عبر عن مشاعرك حتى لو هتكتبها بورقه او قلم لو مش متاح، حتى لو هتبص للمرايه وتتكلم مع نفسك. اسمح لنفسك انك تعبر عن اللي جواك علشان ما يخرجش في صوره سلبيه او في صوره ادوار تلبسها للي قدامك او تلبسها لنفسك. بشكركم واتمنى حسن استماعكم والفيديو يعجبكم. اعملوا شير ولايك ما تنسوش.